والفر في أنحاء منطقة المرج وأمام محطة مترو المرج، وتراشق الطوب والزجاجات ما بين أفراد العائلتين زي ما انتم شايفين. وفي أيضا الشوارع الجانبية ضرب ما بين كل العيلتين زي ما انتم حضرين شايفين، كر وفر في الشوارع وتراشق الطوب والزجاجات وتكسير بعض العربات. كانت مشاجرة كبيرة وكانت مجزرة كبيرة، واستطاع الأمن السيطرة على المشاجرة وضبط 10 من الجناه في المشاجرة ما بين الطرفين، حتى يتمكن من ضبط الجناه الحقيقيين أو ضبط الجناه الذين ارتكبوا الفعل في الضحايا. وتتولى النيابة التحقيق، وقامت بعد ذلك تشييع جنازة المقاول حسين السميتي صاحب محل العصير وإلى مثواه الأخير، ويعني بحضور العديد والعديد من أهالي أو جمهور غفير من أهالي المرج، نظرا لأنه هو له حسن السمعة ومحبوب لدى أهالي منطقة المرج. الله يرحمه وربنا يغفر له جميعا.